السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدا الفيديو ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. الشخص ده، ايوه الشخص ده المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عمرو الدرديري او الجرجيري زي ما تقول، يعني اي حاجه مش هتفرق كتير. والجرجير كمان له فايده عن الراجل ده. الواحد مش عايز يقلل من حد، بس هو اللي اجبرني ان انا اقول كده. بص الكلام اللي الراجل ده كاتبه يا جماعه، وكاتبه للاعب. انا مش عاوز اغلط في حد، يعني لاعب اسوأ ما يكون على الاطلاق كاخلاق في الملعب، وهو محمد الشيبي. جرجيري كاتب للشيبي: عليك بأخذ حكم المحكمة والذهاب إلى الفيفا والمحكمة الدولية في سويسرا وعرضه عليهم ليعلموا ماذا ارتكبت رابطة الأندية جريمة بصدورها عقوبة مضحكة كمجاملة للنادي الأهلي بإيقاف ماتشين، علشان اللي بيقول الحكم ملهوش لازمة ساعتها يبقى ليه لازمة. وفي النهاية بيقول له: ربيهم يا شيبي علشان هم شايفين نفسهم فوق القانون. الناس دول امثال الجرجيري هم اللي بيدعوا المظلوميه وبيدعوا ان الكون كله ضدهم، وعلشان كده هم هيفضلوا في مكانهم ومش هيتحركوا. بس مش غريب عليهم بجد الكلام ده، ولا على واحد زي ده. وهو ده اللي يقدر يعمله ويتمنى الشر للاهلي، لانه مش عارف ينجح، فطبيعي انه يفكر في اذيه النادي الانجح في افريقيا وهو النادي الاهلي. يا جماعه والله الناس دي هي اللي مخليه الرياضه المصريه في اسوأ صوره. وبعدين في كل ملاعب العالم بيحصل اسوأ من اللي حصل بين الشيبي وحسين الشحات. وبعدين الشيبي ده مين؟ اللاعب المغرور اللي مفكر نفسه ديفيد بيكام. انا مش شايف يعني الشيبي عمل ايه مع بيراميدز، يعني خد بطوله مثلا مع بيراميدز؟ بس انا برضو مش مستغرب، علشان نادي بيراميدز ده اتعمل علشان يهد النادي الاهلي. يعني كام سنه بالمسمى الجديد، ولاعيبه جت ولاعيبه مشيت، وهو من غير نص بطوله حتى. انما في فيديو هوريه لحضراتكم واحكموا بنفسكم. احنا بشر يا جماعه، وكل واحد فينا عنده طاقه وما بيستحملش فوق طاقته. يلا بينا نشوف الفيديو. من حسين الشحات بعد ما لعب الكوره باسفل الحذاء كده. زي ما شفتوا حسين الشحات بيقول في الفيديو، لو ركزت في كلامه، ازاي يشتمني بمراتي وبامي. اي لاعب مكان حسين الشحات وبيغير كان هيعمل اكتر من كده، ومش لاعب بس، اي حد فينا. الحالة دي بتفكرني بزين الدين زيدان لما ضرب لاعب ايطاليا في كاس العالم، وكان السبب في خسارة منتخب فرنسا وقتها. لان في الوقت ده اي حد بيحس وعنده غيرة على اهله مش هيفكر في كاس عالم ولا اي حاجة. وشاهد من كلامي، ما تبقاش انت يا عمرو جرجيري انت مش طرف في القضية وتطلع تسخن الراجل علشان كل هدفك تأثر على الأهلي. بس عاوزك تعرف حاجة مهمة جدا، ان الأهلي ما بيتأثرش بأي حاجة زي دي، مستحيل. والأهلي بيعرف يكسب وياخد بطولات بأي حد. بس فكر شوية ان ممكن لاعب زي ده، زي حسين الشحات، مستقبله يضيع بكلمة منك. ولو بتتكلم عن التربية وبتقول ربيهم، حاول تربي نفسك الأول، علشان كده انت أفورت قوي وبقيت بتهرتل بالكلام. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تدعي لإخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. واتمنى تعمل لايك يا صديقي وتفعل زر الجرس علشان استمر، والسلام عليكم.